الدنيا دي حظ ونصيب، والكلام اللي هتسمعه ده هيبرد نارك وهيغير طريقة تفكيرك كلها ورؤيتك لنفسك وللحياة ولأهلك ولظروفك مهما كانت صعبة. فركز معايا في الكلام اللي جاي ده. شاب اتولد في منطقة سياحية مثلا وليكن الغردقة أو غيرها. الشاب ده فرصته في الحياة أحسن بكتير جدا وأعلى بكتير من شاب اتولد في الريف مثلا ولا بالصعيد ولا بمنطقة شعبية. شاب الغردقة هيتعلم لغات، هيدرس بالسياحة، هيشتغل مع أجانب، هيتجوز منهم، مخه هيتغير، هيتطور، هيسافر برا مصر، مستواه الاجتماعي هيتغير ويعلى وهيكون عالي جدا ومعاه فلوس. لكن شاب الريف والصعيد والمناطق الشعبية لا هيتعلم لغة ولا هيسافر، هيبقى في مكانه، أو ممكن يتعلم صنعة ويفضل في البلد. ولو سافر هيشتغل بصنعته لكن المخ نفسه مش بيتطور، ما عندوش تقبل للآخر وانفتاح، ما يعرفش حاجة عن الحياة لأنه ما عاشهاش أصلا. هيكون شاب بسيط على الله حكايته، إلا لو حصلت له معجزة. طيب الحل إيه بقى؟ لازم تتقبل حياتك زي ما هي، وإياك تلعن الظروف أو تلعن نفسك، لأنك مالكش ذنب في حياتك دي أصلا. ولازم تفهم إنك مش فاشل ومش ضعيف، انت بس اتولدت في مكان امكانياته هي اللي ضعيفة. ولو انت شخص اتولدت في مكان تعبان معدوم الفرص وما عندكش طموح ولا تمرد على حياتك وراضي باللي انت فيه، خليك على كده وربنا يثبتك يا سيدي ويبارك لك كمان. وده يعتبر نعمة كبيرة جدا قوي على فكرة، لانك مش هتكون تعبان من جواك بسبب رفضك للواقع، وهتكون قنوع وراضي. اما بقى لو عينك فتحت وبصيت لفوق ورفضت الواقع بتاعك ولحياتك كلها ولظروفك الوسخة، اسمع الكلام اللي جاي ده كويس قوي عشان عمر ما حد تاني يقولهولك. اول خطوة انك لازم تخرج من المكان اللي اتولدت فيه وتسافر. تسافر يعني ممكن جوه مصر بره مصر مش هتفرق، المهم تخرج من الدايرة الوسخة بتاعتك. بس خد بالك، لو مشيت ما ينفعش ترجع تاني ابدا الا وانت ميت. الكلام ده ممكن يوجعك بس هي دي الحقيقة، وهتتأكد من كلامي ده لو جربت وخرجت للدنيا. عشان كده الخروج للشجاع وبس. لو خرجت لازم تعرف ان كل اللي اتربيت عليه وكل اللي اتعلمته في البيئة بتاعتك مش شغال مع البيئة الأعلى اللي هتنقل ليها حياتك الجديدة. لو خرجت لازم تعرف ان قلبك ومشاعرك هيتغيروا خالص، يمكن كمان يموتوا، عشان تبقى عارف انت داخل على ايه بالظبط. هتدوس على كل اللي وراك وكل اللي سبتهم وعلى اقرب الناس ليك كمان وعلى نفسك عشان تطلع لفوق. هتطلع من جذورك يعني. ولما تخرج من بيئتك الوسخة اللي اتولدت وتربيت فيها وتيجي ترجع لها تاني زيارة حتى، الناس هتخاف منك وهتقولك انت اتغيرت، انت بقيت غريب عننا. هو في الحقيقة انت ما اتغيرتش ولا حاجة، هما اللي واقفين محلك سر، واللي بيباتوا فيه بيصبحوا فيه، وانت اللي بتتطور كل يوم. وهم في نفس الكلام اللي بيتكلموا فيه من 50 ومن 100 سنة، هو نفس الأكل، هو كل حاجة هي. خليك فاكر، لو اتمردت على الواقع الوسخ بتاعك مش هتعرف ترجع تاني. هترجع بس وانت ميت. بس لازم تعرف انك لما تخرج هتتولد من جديد. ولازم تعرف انك طول ما انت عايش في بيئتك الوسخة فانت بالفعل ميت مدفون بالحياة. لما تقرب انك تشم طعم الحياة اللي بجد، مستحيل انك تقبل ترجع تاني تندفن بالحياة في البيئة القديمة بتاعتك. يا رب تكون فهمتني. وعلى فكرة، البيئة الوسخة دي ممكن تكون مكان اتولدت فيه، ممكن شغل انت تعبان فيه، ممكن مدرسة انت مش راضي تروحها، ممكن شلة اصحاب فاسدة، وحاجات تانية كتيرة. فانت بقى هتشوف ايه اللي تعبك وايه اللي ليه عليك. ما تنساش اللايك والاشتراك، ويا ريت مستني تعليقك كده حلو ترفع بيه الفيديو.